السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصين تحديدا من بكين بحييكم. النهارده هنتكلم على حاجة مخصصة شوية، يعني هنقسمها قسمين، قسم للناس العادية اللي بتمارس، وللناس المتخصصة اللي بتمارس في اتجاه الفنون القتالية. النهارده هتكلم على تأثير الدايناميك مديتيشن أو التأمل الديناميكي على الأوعية الدموية وعلى المفاصل وعلى الأربطة وعلى مشاكل المفاصل بالذات وعلى مشاكل الأربطة بالذات. زي ما احنا عارفين الدايناميك مديتيشن بيعتمد على الانرجي وعلى الفلو بتاع الانرجي في الجسم او سريان الطاقة في الجسم. بعد فترة طويلة او ممارسة بشكل دائم للدايناميك مديتيشن بيبتدي يحصل ان الانرجي او الطاقة الكهرومغناطيسية بتبتدي تمشي في الجسم وتحديدا في الرجلين والايدين والاعضاء الداخلية بشكل افضل. وبتيجي لو في اي انسدادات او بلوكجز او احتقانات للطاقه في اي مسار من مسارات الجسم، بتبتدي المسارات دي الاحتقانات دي فيها بتقل. احتقان في مكان معين او زي ما نقول بلوكج في مسار معين في الجسم ممكن يؤدي الى مشاكل في الاعصاب، مشاكل في الاوعيه الدمويه، مشاكل في الجلد، مشاكل في التندنز او الاربطه والمفاصل الموجوده في المنطقه دي. فبالتالي بالممارسة الدايمة أو بشكل مستمر، مش شرط كل يوم، يعني ممكن بجدول مستمر تبتدي المشاكل دي تتحل. والمشاكل دي بتحصل مع تقدم في السن، يلاقيها أكتر عند الناس اللي فوق 30 سنة، بتبتدي يحصل لهم مشاكل في الركب، بتبتدي مشاكل أوجاع في المفاصل، تمزقات في الأربطة، ودي خصوصا بتحصل للرياضيين. عشان كده الدايناميك مديتيشن من الحاجات المهمة جدا للرياضيين، أو إنه يعمل 5 دقايق قبل ما يخش التمرين تنفسات ودايناميك مديتيشن. دي مفيدة جدا للإصابة والحماية من الإصابة، وخصوصا التمزقات في العضلات والأربطة. زي ما قلنا دلوقتي، يبقى لما تبتدي الطاقة أو الانرجي تمشي في المسارات الداخلية في الجسم بشكل قوي، بتبتدي بعد كده تفلو أو تتفرع إلى الجسم، الجزء الخارجي من الجسم، مش الخارجي أو يعني الجزء الخارجي بيشمل الجلد، بس هنعتبره اكسترنال أو خارجي، اللي هو الأوعية الدموية والأربطة والمفاصل وحماية المفاصل والأربطة والعضلات من التمزقات. طب ليه أنا قلت على ده الجزء الخارجي؟ لأن في جزء داخلي الطاقة بتمشي فيه الأول، وده لأنه ده أهم جزء للجسم اللي هو الأعضاء الداخلية، فده اللي بنعتبره الجزء الداخلي. الطاقة الأول بتمشي في الأعضاء الداخلية، وتبتدي الأعضاء الداخلية أقوى وأفضل، بعد كده يحصل الانتشار في الجزء الخارجي. في جزء كمان خارجي أكتر أو بمنظور آخر، اللي هو الوش والشعر والجسم، وده بيتحسن برضو مع الوقت. كل ما بنمارس اكتر في الدايناميك مديتيشن، كل ما بيحصل ان التدريج في تدرج في التطور وتدرج في الوصول للصحة العامة او تطور في الصحة العامة. ودي بتنقسم لاقسام كتير قوي، ممكن نبقى نناقشها المرة الجاية ان شاء الله. طيب لو في حد عنده مشاكل في المفاصل، حد عنده مشاكل في الأربطة، تمزقات، دايما الأربطة بيحصل فيها تمزقات، دايما ركبته بتوجعه، الدايناميك مديتيشن من الأحسن التمارين اللي ممكن نعملها، أو من أفضل التمارين اللي ممكن تتعمل، لأن فيها جزئين، فيها جزء حركي، والجزء الحركي ده بيعمل ريجوليشن للإنرجي في الحتت اللي فيها بلوكجز أسرع. فبالتالي لو أنا عندي بلوكج، ان انا اعالجه بالدايناميك مديتيشن، دي من احسن الطرق ان انا اقدر اعملها. طيب اعمله كل قد ايه، او اعملها باي شكل، او اعملها ازاي؟ الدايناميك مديتيشن اقدر نقسمه تقسيمات مختلفة. منها اسهل حاجة ان انت تقدر تمشي
المشي ده شكل من انواع الديناميك، بس ما فيهوش الجزء بتاع المديتيشن. نقدر ندخل فيه جزء بتاع المديتيشن، يعني تقدر تمشي مع الوعي، مع التنفس، مع تنفسات البطن، تقدر تعمل تأثير من تأثير الديناميك مديتيشن، وده بدرجة ما. فبالتالي يحصل لك فايدة، لأن بقى عندك عنصر جديد موجود في التمرين، اللي هو العنصر الذهني. والعنصر الذهني ليه تأثير ان هو بيوجه الطاقة ناحية المنطقة اللي فيها مشكلة، او المنطقة اللي عندك فيها مشكلة داخلية في العضلات او الأربطة او الجسم. طيب ايه شكل التمارين اللي نقدر نعملها لتحسين الطاقة في الأوعية الدموية او